الحسن الثاني ملك المغرب 13,999 إلى 9,999. النشأة والتعليم. ولد الحسن الثاني في 9 من يوليو 1929 في الرباط، وهو الابن الأكبر للملك محمد الخامس. تلقى تعليمه الأولي في القصر الملكي، ثم التحق بمدرسة عمومية في الرباط قبل أن يكمل دراسته في جامعة بوردو بفرنسا، حيث حصل على شهادة في القانون عام 1951 استقلال المغرب. في عام 1953 نفي والده محمد الخامس إلى مدغشقر بسبب مقاومته للاستعمار الفرنسي، وبقي الحسن الثاني في المغرب ليكون حلقة وصل بين العائلة الملكية وحركة المقاومة. عاد الملك محمد الخامس إلى العرش في 1955، وأعلن استقلال المغرب رسميا في 1956، وكان الحسن الثاني أحد مهندسي هذا الاستقلال. توليه الحكم بعد وفاة والده في 26 من فبراير عام 1961. اعتلى الحسن الثاني العرش رسميا في 3 من مارس عام 1961 ليصبح ثاني ملوك المغرب بعد الاستقلال. الحكم والسياسة. كان الحسن الثاني ملكا قويا اتسم حكمه بالاستبداد السياسي، ولكن أيضا بالتنمية الاقتصادية. من أبرز محطات حكمه: الأول، دستور 1962. أصدر أول دستور للمغرب أرسى نظام الحكم الملكي الدستوري مع سلطات واسعة للملك. الثالثة، المسيرة الخضراء 1975. قاد الحسن الثاني حوالي 350 ألف مغربي إلى الصحراء المغربية لاسترجاعها من الاستعمار الإسباني، وهو حدث محوري في تاريخه. 4 محاولات الانقلاب 1970 و 1977. تعرضوا لمحاولتين انقلابيتين فاشلتين من الجيش، لكنه نجا منهما، مما زاد من إحكام قبضته على السلطة. الخامسة، الإصلاحات الاقتصادية. شجع الزراعة والصناعة، لكنه واجه أيضا أزمات اقتصادية واجتماعية خاصة في الثمانينيات. حياته الشخصية. كان الحسن الثاني مثقفا، يتحدث العربية والفرنسية بطلاقة، وله اهتمامات بالفلسفة والقانون والفكر الإسلامي. كان أيضا معروفا بأسلوبه الفخم في الحكم وحبه للحياة الراقية. وفاته وخلافته. توفي في 23 من يوليو 1999 بسبب مضاعفات صحية، وخلفه ابنه محمد السادس، الذي تبنى سياسة أكثر انفتاحا وإصلاحا مقارنة بوالده. إرثه وتأثيره. يعتبر الحسن الثاني شخصية بارزة في التاريخ المغربي، فقد حافظ على استقرار البلاد رغم الأزمات، وكان له دور رئيسي في قضية الصحراء المغربية.